مين البرج سعيد الحظ ومين اللي هيجي له حاجات حلوه مع بدايه السنه الجديده ومين اللي هيكون غير موفق. خلينا الاول نرحب بضيفي عشان نتكلم في تفاصيل كتير جدا. ضيفنا النهارده دكتور رئيف رأفت، خبير علم الفلك والابراج. اهلا بيك يا دكتور. ازي حضرتك؟ نورنا. في سؤال تقليدي كده ويمكن منتشر بشكل كبير، يمكن بس ده اكتر الاسئله اللي بتبقى شائعه والناس بتحب فعلا تعرفها. ان شاء الله في 2023 ايه اكتر الابراج اللي هيحصل لها مثلا دروبات او مشاكل او مثلا حاجات كده مش هيكونوا موفقين فيها؟ نبدا في المشاكل يعني. يلا بينا على طول. وبعد كده نحلل الحاجات الحلوه. بنشوف السلبي وبعدين بنشوف زي ما قلت استاذه مروه. هلا المعاكسات في عندنا في ابراج اللي ممكن نقول مش بمعنى انه هلا انا شايف الابراج بشكل عام استاذه مروه، يعني ابراج هي مش هتكون وحشه كثير السنه الجاي، يعني هي تكون تقريبا النورمال الطبيعيه مقبوله. يعني انا شايف الابراج كلها مقبوله السنه الجاي، لكن شوي حيكون الحوت يعني هو ذو حدين. الحوت حيكون يعني حيكون عنده حظ. ليه بقى؟ نحن زي ما قلت يا استاذه مروه اليوم نحن 2023 رقم 7، إذا بنجمع 3 زائد 2 زائد 2 بنلغي الزيرو 7. السبعة مين رقم اسمه مرتبط في كوكب اسمه نبتون اللي مسؤول عنه برج الحوت. هذا حيكون له دور حظ، لاني مبدئيا من برج الحوت لاني رقمه 7 السنه الجايه هي للحيتان مثلا، لاني رقم 7 من رقم السنه مسؤول عنه الحوت. بنفس الوقت الحوت بده ينتقل لعنده كوكب زحل. هذا المتعب، نحن بنقول عليه مش متعب، اسمه المعلم الصارم اللي بخلي واحد يشيل مسؤوليات ويتعب ويجتهد اكثر حتى يحقق مبتغاه، لان مش هيعتمد على الحظ الحوت. يعني ينتقل لزحل عنده من 7/3 السنه الجاي، هيقعد 2.5 في برج الحوت، 2.5 أو 3. يعني هنا يعني بس السنه شوي ارحم عنده الحوت، لكن اللي بعدها حيشيل مسؤوليات اكثر كمان، لان السنه دي اخذ من الرقم السنه هيدعمه بالحظ، لكن من ناحيه اخرى 7/3 هيدخل زحل بين البينين. طب يعني مين غير الحوت؟ الحوت ممكن نقول كمان المعاكسات في عنده القوس شوي، في معاكسات خفيفه. ممكن نقول معاكسات كمان عندنا الجدي في شويه. يعني دول الابراج اللي انا ممكن اشوفهم فيهم معاكسات. الحمد لله. الحمد لله. جاب سيره السرطان. انا والله قاعده مستنيه الميزان. قلت الحمد لله. هو قال لي كلام حلو الاول. انت قلت لي كلام حلو. تمام. فانا خلاص مبسوط. تمام الحمد لله. الابراج بقى اللي ممكن نقول فيها الحظوظ اذا حابين يعني حظ حلو. الحظ الحلو. هلا ممكن نحن نقول هلا الحمل حاليا ماشي بطريق الحظ حاليا لغايه 16/5. ليه بقى؟ نحن حاليا الحمل عنده كوكب حاليا جوبيتر قاعد عنده، هو كوكب السعد الاكبر، الحظ الاكبر اللي بحقق احلامه. هذا كل 12 سنه بينتقل لبرج الحمل او بينتقل لكل برج، كل سنه بينتقل، هو مدته سنه الكوكب جوبيتر بيقعد في الابراج. يعني هلا انا شايف الحمل حاليا هو اخذ دور الحظ الاكثر لغايه نص السنه الجاي، بعدين حينتقل للحظ. هلا عندنا حمل بعدين حينتقل للثور، برج الثور. يعني الثور حمل ثور حيكون حظ، وفي عندنا كمان ممكن نقول السرطان. الحمد لله الحمد لله. وممكن نقول العذراء. زود بقى الميزان كده من عندك انت كده. لا الميزان كمان عنده حظ، انا جايك. ماشي يلا بينا. والعذراء والميزان يعني في عنده الحظ. وممكن نقول الحوت انه يعني في عنده حظ من رقم السنه بس. بس كان كحركه الفلك لا مش عنده حظ. الفلك حيكون الرقم الزحل حيدخل عنده. انا مش يعني بخلي يكتئب الحوت، لا الحوت بس بدي يعني اللي بيشتغل مثلا انه نوضح للناس اللي زحل بيعمل ايه. اللي عنده شغل ممكن يشتغل شغلتين، زحل بيحمله مسؤوليه. اللي متجوز مره ممكن يتجوز مرتين مثلا، فتح بيت تاني صار في مسؤوليه تانيه. هذا اللي ممكن زحل يتعب شوي في الموضوع. والليسته السعداء دول هيبقوا سعداء مثلا من انهي ناحيه ماديه؟ تمام. نحن هنحكي بقى بعدين بقى بالتفصيل اذا حابب استاذ عمرو تفاصيل. عايز تحكي عن برجك بالتفصيل مثلا الاول للسرطان؟ لا انا بتكلم عن الابراج السعيده، مش عايز السعيده دول السعيده بس ممكن عن التغييرات. في تغييرات بقى نقول في كلمه تغييرات للابراج. في عندهم بدايات جديده او تغييرات جديده. زي ايه بقى؟ الابراج التغييرات حيكون عندهم الاسد، في عندهم تغييرات في العقرب والدلو. دول عندهم تغييرات يعني بيبدا تقريبا يعني شيء جديد، شيء ينهوا يبداوا بشيء جديد. يعني في تغييرات ان شاء الله، بس تكون ان شاء الله ايجابيه اكثر يعني. يعني ده اللي انا شايفه. انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل في مثلا الابراج بما ان حضرتك بتحسبها بالارقام فما فيش حاجه عامه قوي طبعا، بس هل في مثلا سمات او صفات مشتركه يعني بتشاركها يعني ابناء البرج الواحد؟ مثلا بيقولوا مثلا الجوزاء برج مؤذي او متهور او مش بيراعي مشاعر الاخرين، عندهم الشخصيه مثلا. بيقولوا مثلا عشان هم شخصيتين. بيقولوا العقرب مثلا لدعته والقبر. صح. السرطان دراما وعاطفيين. مظبوط. في وجهه نظر كلام صح استاذ عمرو. هو شوف الجوزاء انا بعتبره لاني هوائي. والشين
يعني أيوة. هوائي بتقلب بالاراء بالافكار لانه برج هوائي. طبعا بس هو مشكلته منتقد جدا للجوزاء، بدقق كثير وبحب يفهم التفاصيل الدقيقه، بينتقد ومش بيحب حد ينتقده. يعني هو بحب ينتقد الناس، لكن طبيعته ما بحبش حد يقول له انت عملت غلط او عملت كذا، ما بحبش الانتقاد. هو بينتقد لكن ما بحبش حد ينتقده. السرطان طبعا زي ما تفضلت هو برج عاطفي لكن مزاجي شوي، مع انه هو مش هوائي مائي، بس هو مزاجي بسبب كوكب القمر اللي بيخليه ينتقل كل يومين ونص، بينتقل لبرج يعني كل يومين ونص على فكره برج السرطان برأي وبافكار، لاني مزاجي من كوكب القمر اللي موجود عنده. جميل جدا. ندخل بقى على العاطفه، الناس كلها بتحب تسمع مثلا الابراج العاطفيه. ايه اكتر الابراج العاطفيه اللي انت حضرتك بتشوفها وممكن يكون فيها وفاق مع عين؟ نتكلم عن برج كده. تمام. هلا على طول. ايوه استاذه مروه، الابراج العاطفيه الاكثر نحن ممكن انا اصنفها برج الثور وبرج الميزان طبعا، وممكن نقول كمان برج السرطان. يعني لان من برج العاطفي احنا دلدقه عاطفه. اي لان هدول يعني الميزان زبده سايحه. الميزان والثور كوكبهم الزهره اللي من نوع العاطفيين وبنحظوا كثير كصفه عامه. طبعا احنا زي ما نرجع بنقول صفه عامه مش خاص، لكن هدول ابراج يعني انا بعتبرهم من الابراج الحلوه. والابراج المحظوظه بقى كمان عندنا القوس. القوس هي غير العاطفي. القوس انا بعتبره شامل بكل شيء، يعني القوس هو من كوكب جوبيتر المشتري اللي بيدعمه بكل شيء. طبعا الثور والميزان طبعا الحظ، الحب يعني، والحب والعاطفه، وممكن نقول السرطان. دول عندهم ايه حظ في ايه؟ بالحب والعاطفه. يا رب ابعت لي وعاطفيين جدا. وممكن ناخذ بقى الابراج المائيه كمان درجه ثانيه. المائي بقى زي العقرب وزي الحوت. دول كمان العاطفي دائما الابراج كمان المائيه اكثر. طب مين اكتر الابراج اللي هو صعب التعامل معاها، ومين اكتر الابراج اللي سهل التعامل معاها؟ يعني مثلا لما نشوف مثلا برج كذا وكذا وكذا، دول لا ارتاحوا، مش هتبذلوا مجهود كبير، دول سهلين وسلسين وجميلين. بس مين لما نشوفهم شويه ناخد حذرنا؟ هلا نحن ممكن نقول الابراج اللي ناخذ حذرها منها، يعني في عندنا شوي ببعض الاحيان ممكن نقول العنيدين شويه او المتهورين شويه. الحمل متهور شوي، يعني ممكن يتهور شوي، ننتبه منه لان هو بتهور عصبي. نحذر شوي منه من عصبيته. ممكن الثور شوي عنيد كمان شوي. بس كل دي صفات، يعني انا مش قاطع حضرتك، كان بعد ما يعني حضرتك تخلص الصفات، لا هو عمره ما بيقول ايه صعب التعامل معاهم. دي صفات ممكن تهدى شويه. صعب التعامل. الجدي شوي عندي. صعب الجدي. صعب الجدي شوي متمكن، يعني عنيد شوي. وممكن نقول العقرب شوي في بعض الاحيان، لان العقرب دكتاتوري كمان. يعني الجوزاء لا. الجوزاء يعني الجوزاء انا بعتبره ما بتعرفش تاخذ منه يعني حاجه. تعالجه. يعني ما تعرفش تتعامل معاه، يعني انه شويه شويه لا. أيوه. يعني ما تعرفش بس اذا بص على عندك زي دوم عايز حاجه من برج الجوزاء مثلا او الدلو او الميزان، دول هوائيين. خد الحاجه فورا، ما تستناش لبكره، لان ممكن لبكره يتغير رايه. ايوه عندهم والله متغيرين على طول. ده بقى عشان خاطر ان هم هوائيين. ايوه يعني خد الحاجه، طلبت منه حاجه خدها دلوقتي، ما تستناش لبكره، او حتى لو بعد ساعه كمان ممكن يغير رايه. خدها. طب مين بقى السلسين في التعامل؟ اول ما نشوفهم يا ده غلبان، ده بدوب، ده اهبل. هلا شوفي يعني العاطفي والمريح جدا، انا ممكن اقول لك الحوت كمان. الحوت فعلا من الشخصيات الجميله يعني في كل حاجه. الحوت خصوصا انثى الحوت بالذات، احنا اذا احكي عن انثى الحوت، اختي فعلا شخصيه اللي هي برج تعيش في عالم الملائكه. طيب بالظبط كده، زي يعني كل الناس فعلا بيقولوا عليها كده. لان ابراج الحوت حالمين، يعيشوا في الخيال، في الاحلام، يعني بتحلم يعني احلام مش واقعيه على فكره فعلا. بس عندهم بقى يعني سهل التعامل معهم الحيتان. ممكن نقول كمان السرطان. طيب شوف السرطان من ابراج كمان كوكب القمر. القمر رومانسي، اليوم انت وقت تنظر على القمر بتلاقي هادي رومانسي، بتتامله في الليل. هو كوكب السرطان. يعني دول الابراج انا بشوفها عاطفيه جدا، مريحه جدا، طيبه يعني جدا جدا باذن الله.